في كتابه الجديد Leaving the Muslim Brotherhood Self Society and the State، أو الخروج من جماعة الإخوان المسلمين الذات والمجتمع والدولة، يناقش الباحث المصري الدكتور مصطفى المنشاوي الأسباب والتداعيات التي أدت إلى خروج كثيرين من جماعة الإخوان المسلمين، وكيف بدأ هؤلاء الخارجون في عملية نقد ذاتي وجماعي لجماعة طالت في بعض الأحيان أهم رموزها وقياداتها. تحدثت إلى الباحث وسألته بداية عن موضوع الكتاب وأهمية البحث في هذا التوقيت بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين. موضوع الكتاب هو ببساطة الخارجون من جماعة الإخوان المسلمين بعد 2011. أهمية الكتاب الحقيقة نقدر نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول هو تعرف أن دائما يقولون أن وراء كل كتاب حكاية. السبب في اهتمامي بالموضوع هو أن في 2014 تحديدا في نوفمبر 2014 ظهرت الفتاة زينب المهدي، وكان عمرها تقريبا 22-23 سنة، وظهرت الأخبار بأنها انتحرت. زينب المهدي وهي فتاة مقبلة على الحياة جميلة، ما الذي يدفع فتاة في هذا العمر إلى الانتحار؟ بحثت بشكل أولي ووجدت أن السبب هو الخروج من جماعة الإخوان المسلمين، وهنا بدأت الأسئلة: لماذا يؤدي الخروج إلى الانتحار أو أشكال نفسية أخرى؟ وثانيا، لماذا يخرج الأفراد من جماعة الإخوان المسلمين؟ العنصر الثاني يتعلق بشكل الخروج. لم تعد ظاهرة الخروج ظاهرة يعني quiet leavers أو أشخاص يخرجون بهدوء، يعني يخرج ما قبل 2011 ولا يكتب كتاب، لكن بعد 2011 بدأ عندنا مجموعة كبيرة من الكتب، بل وصل الأمر أن الأشخاص وخروجهم علانية الخروج وصلت إلى أنه شخص مثل كمال الهلباوي الذي بقى في 40 سنة في الإخوان المسلمين ويخرج ويبكي على الهواء مباشرة ويعلن الخروج، تماما كما فعل أشخاص آخرون كتبوا رسالة استقالة علنية. العنصر الثالث هو التغيرات السياسية لظهور الإخوان إلى السلطة وخروجها من السلطة، وقد إيه ممكن هذا يؤثر بشكل ما أو آخر على أشكال الخروج. طيب مصطفى، يعني أشرت أنت في كتابك إلى يعني نوعين من الخروج أو نوعين من الخارجين، ما قبل 2011 وما بعد 2011 أو 2013 بالتحديد. النوع الثاني والذي يركز عليه الكتاب، كانت هناك ظروف كثيرة وراء خروجه. هل كان جزء من خروج علانية الجماعة وانكسارها من أحد مبررات هذا الخروج؟ هو الحقيقة الكتاب في طبع كبير منه هو أكاديمي، وده تحذير للمستمعين أنه ربما يكون أكثر مللا. أنا بتبع نظرية الopportunity theory، opportunities أو الفرص القائمة اللي بتسرع أو تبطئ من عملية الخروج. وما بعد 2011 كان في مجموعة من الظروف السياسية اللي سهلت الخروج. يعني أديك مثال أساسي في الموضوع. على سبيل المثال أن بعض من قاموا بنشر كتب، على سبيل المثال انتصار عبد المنعم، وهي كتبت كتاب مذكرات أخت مسلمة أو مذكرات عضوة في الإخوان المسلمين، هي نشرت الكتاب عن طريق الهيئة العامة للكتاب، وده إن إذا صح التعبير هو إجراء ثوري. تخيل أن شخص من الإخوان المسلمين أو كان من الإخوان المسلمين ويصدر كتاب من الهيئة الأساسية التي تمولها الحكومة عن رحلة البقاء والخروج من الإخوان المسلمين. هذا العامل الأول. العامل الثاني هو عامل الانشقاقات داخل جماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين على طول الوقت تقوم بالتركيز على عنصر مهم جدا وهو عنصر الجماعة، ومن باب الجماعة أي نزعة فردية أو رغبة في الخروج الفردي لابد أن يتم مواجهته بالحديث عن فكرة الجماعة. أما فيما بعد 2011 وتحديدا في 2013 بدأ عندنا أكثر من جماعة، كسر فكرة الجماعية. طيب هل كانت السرية هي السمنت أو اللحمة التي تضفي على هذه الجماعة نوعا من التماسك؟ هو الحقيقة المسائل في هذه النقطة تحديدا، خروج الجماعة إلى العلنية أو عدم خروجها، أظن أنه ليس العنصر الأساسي الذي وجدته مؤثر في مسألة الخروج كما رصدها الكتاب. المسألة تتعلق بكسر السرية، تتعلق بعنصرين أساسيين. العنصر الأول هو عنصر اللحظة الثورية في مصر، وهي لحظة ثورية جاءت معها فكرة عدم وجود السرية.
يعني بمعنى أن الأول مرة أشخاص يخرجون يقولون نحن أعضاء في الإخوان المسلمين، وعندما يخرجون يقولون نحن خرجنا من الإخوان المسلمين. هذه اللحظة لكسر السرية ارتبطت بأن الإخوان المسلمين لم يعدوا جماعة سرية، بل صاروا جماعة علنية تصل إلى السلطة، وبالتالي صار التفاخر بأعضائها وبمرجعيتها وبتفاصيلها بكل هذه الأمر. المسألة الثانية تتعلق بأن في هذه اللحظة الثورية حدث تحول كبير جدا في أدبيات الثورة إن صح التعبير، وهي اللي صارت أنها لم تعد تعتمد على السرية. أنت تستطيع على سبيل المثال أن في هذه اللحظة الثورية يستطيع أشخاص من أفراد عاديين من الإخوان المسلمين أن يكونوا موجودين في ميدان التحرير ويقولون أنهم من الإخوان المسلمين. رقم واحد. رقم اثنين، هؤلاء الأشخاص العاديين يتحكموا في من يدخل ومن يخرج من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل ميدان التحرير، وبالتالي ظهر تحول كبير. طب مصطفى، فقط أيضا ومن أجل النقاش، يعني هل كان هذا التحول أيضا الذي جاء بمحض الصدفة أو تحت الضغوط أو الظروف الطارئة مناسبا لفكرة وهيكلية الجماعة التي تبنى على فكرة الكلط أو المجموعة المغلقة، ومن ثم فوجئت بهذه الرياح التي كشفت عنها الغطاء؟ أشكرك على السؤال. أظن هو يعني إذا بحثنا عن عنوان، هم يقولون أن الإخوان هي جماعة غير ثورية في لحظة ثورية. يعني جزء كبير من المشكلة أن الإخوان دائما تتحدث عن حلم، تتحدث عن مشروع لم يتم تحقيقه، وعندما بدأت الإخوان المسلمين في أن تكون جزء من التحقيق ظهرت الفجوة ما بين ما المأمول أو المتخيل واللحظة الواقعية على الأرض، وبالتالي ده سبب نوع من عدم الإيمان أو عدم التصديق لما تحدث عنه الإخوان المسلمين كثيرا، أنه هناك حلم نستطيع نحن قادرين على تحقيقه. الإخوان لم يكونوا قادرين على التعامل مع هذه اللحظة، وبدأ الحديث عن بدائل. وربما من الفرص عندما نتحدث عن البدائل أنه كثير من اللي خرجوا من جماعة الإخوان المسلمين في 2011 التحقوا ببدائل للإخوان المسلمين. وربما يعني في الإخوان تحديدا فوجئنا أن هناك، وأنت أشرت إلى أسماء قيادات حريصة على إبراز ما كانت تعانيه داخل الجماعة، أن تجعل نقدها للجماعة إلى العلن، وفي نفس الوقت تصر ربما على أنها هي صحيح الجماعة. ألا ينطوي هذا الأمر على ازدواجية أيضا؟ أتفق معك تماما. هو تستطيع أن تتحدث عن أنه هو استبدال خطاب بخطاب آخر، استبدال خروج بخروج آخر، أو النحن والأنا كما أشرت أنت. تمام. الخروج العلني لمجموعة من الأسباب. السبب الأول أنه الخارج من الإخوان المسلمين الذي يكتب كتاب أو يتحدث للإعلام هو أولا يريد أن يكون مرجعية وصولنا نحن غير الإخوان المسلمين للمعلومات والمعرفة عن الإخوان المسلمين، وهو يمثل في هذه الحالة مصدر قوة له، فهو يصبح الخبير بجماعة الإخوان القادم المسلمين من العالم السري ليقدم هذه المعرفة الغير متاحة، الحارس البوابة إن وضعناها بالمصطلحات الأساسية. العنصر الثاني هو عنصر ثيرابيوتيك علاجي. ممكن أتحدث لك عن أشخاص تحدثوا معي ربما ل20 يوم متواصل، ساعات طويلة جدا. يعني عندما أسأل سؤال واحد ربما يرسل لي 10 صفحات على الفيسبوك مثلا، وأنا أعتذر بلطف جدا أنه أنا وصلت المعلومة، لكن هو يقول أنا أشعر كثيرا بالارتياح. فجزء منه علاجي. الجزء الثالث أن هناك مشكلة في أدبيات الحديث عن الإخوان المسلمين، أن الجميع يقوم بالتركيز على من هم داخل الإخوان المسلمين وليس من هم خارج، فهذه محاولة للبحث عن صوت بشكل ما أو آخر. وأخيرا هو فرصة للحصول على مصلحة. يعني إذا أنت قلت أنك خارج الإخوان المسلمين يبدو أنك تومئ كأنك تريد أن تسأل سؤالا. أنا أريد أن أسأل سؤالا بالفعل عن فكرة الانتماء بحد ذاته، سواء للمجموعات المذهبية أو الدينية. دائما ما يؤطر أكاديميا بفكرة يعني ما أحققه أنا كمنتمي من مصلحة معنوية أو مادية، لكن ما حدث أن هناك انكسارا حدث بعد فض اعتصام رابعة. يعني ربما لم يكن المسألة نتيجة مغنم أن تنسحب وأن تنسلخ وأن تخرج، وإنما كان معادل للنجاة بالذات. أعتقد أنه هو جزء من الإشكالية تتعلق بالبحث عن الذات. هذه اللحظة الثورية في جزء منها كبير جدا هي لحظة فردانية. هذه الثورة العربية العظيمة متمثلة في الربيع العربي هي كانت في الأساس هي بحث عن مطالب فردية بحتة، يعني حقوق الإنسان وعيش وعدالة وحرية كلها تنتمي إلى جزء الفرداني، على خلاف الثورات السابقة في بدايات ومنتصف القرن العشرين وما قبل ذلك كانت تتحدث عن أفكار جماعية. فبالتالي داخل هذه اللحظات هذه الثورات الفردانية كان
هناك محاولة للبحث عن الذات، والذات غير متوافر في الإخوان المسلمين حتى في مستويات أقل. يعني أنا ربما سألت بعض الأشخاص عن رحلة الخروج وكان من خلال القراءة الفردية، أنهم لا يقرؤون الكتب التي يوفرها الإخوان المسلمين أو تصدر أو يقرها الإخوان المسلمين. هل مثل فض الاعتصام في رابعة العدوية في 2013 لحظة فارقة أو لحظة انكسار للجماعة جعلت كثيرين يشعرون أن الطريقة التي عالجت بها قيادة الجماعة ما حدث كانت ضد جسد الجماعة بشكل أكبر؟ أتفق تماما، هي كانت لحظة فارقة لعدة أسباب أو على عدة مستويات. المستوى الأول هو مستوى خطاب الجماعة، الخطاب الأساسي أو المهيمن القادم من رباع العدوية أننا سوف ننتصر. هذا الانتصار لأننا نحن نمثل الإسلام، نحن الأقرب إلى الله بمصطلحاتهم، حتى التشبيهات وجود سيدنا محمد وسيدنا جبريل في ميدان الرابعة، فتأكيد لمعاني الانتصار العظيم. وعندما لم يحدث هذا الانتصار بفضل رابعة رغم تأكيدات القيادات داخل الجماعة لأفرادها أنه لن يحدث أي اشتباك ولن يكون هناك دماء، هذه اللحظة كانت لحظة فارقة لدى الكثير من الأفراد. أنتم تتحدثون لنا، نحن منتمين لهذه الجماعة الممثلة الحقيقية للإسلام وأننا سوف ننتصر، ولم يحدث الانتصار. العنصر الثاني يتعلق بدائما هناك عندما يقوم شخص بالاعتراض على رأي أو قرار قادم من قيادات الجماعة الإخوان المسلمين، دائما يقولون المقولة أشهر الناس اللي فوق، إن الأشخاص الموجودين بعيدا عنا هم يعرفون أكثر مما تعرف، فأرجوك لا تجادل أو لا تناقش أو لا تعترض على القرارات. لأول مرة يحدث داخل ميدان رابعة أن القيادات تكون في لحظة تواصل مباشر مع الأفراد، وهذه لحظة كاشفة لأن كثير من القيادات من الأفراد يقولون نحن نتحدث مع القيادات ووجدنا أنهم ليسوا على مستوى المتخيل لدينا، يعني وكأن الشرعية لدى القيادات هي شرعية البعد. لأول مرة يكون هذا القرب والاتصال المباشر كاشف. يعني كثير من الأشخاص اللي خرجوا من الإخوان المسلمين يقولون لي نحن فوجئنا بأن القائد أو المسؤول عن الجماعة لا يقرأ الأخبار، لا يقرأ الصحف على الإطلاق. فهذه لحظة فارقة له لأنه اكتشف أن الشخص الذي يجله ويقدره هو جاهل في الأساس. إلى أي مدى كانت تكتيكات الدولة نفسها في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، ونحن نتحدث عن عشرات الآلاف حسب تقارير منظمات حقوقية يعني من المعتقلين، كانت أيضا عاملا في فكرة الخروج؟ رأينا كيف احتفت السلطة بالخارجين في مقابل أن الذين وجدهم النظام أو اعتبرهم مؤيدين تم التعامل معهم بغلظة وربما عقابية. أظن أن سلوك الدولة أو تكتيك الدولة كما أشرت له عامل مهم على 3 مستويات أساسية. المستوى الأول هو كما يسميه بورديو الكالتشرال كابيتال أو رأس المال الثقافي، بمعنى أن أولا هناك شخص خرج من الإخوان مثل ثروة الخرباوي مثلا أو كمال الهلباوي أو انتصار عبد المنعم أو محمد حبيب أو سامح فايز أو سامح عيد. أولا يتم السماح لهم أو فتح منصات إعلامية وثقافية مهمة لا يسمح للأفراد داخل الإخوان المسلمين بتواجدها. يستطيع أن يكتب في مواقع على الإنترنت من داخل مصر، يستطيع أن يظهر على التلفاز، يستطيع أن يكتب لوسائل الإعلام. حتى بعض الأفراد الذين خرجوا تم تعيينهم في مؤسسات إعلامية وثقافية تابعة للدولة، كل من يعيش في مصر أو يعمل في مصر يعرف أن هناك موافقة أمنية ضرورية قبل القيام بهذه الخطوة. العنصر الثاني يتعلق بشكل الاعتقال أو الإجراءات التعسفية للدولة مع الإخوان المسلمين. في السابق في الفترة الناصرية كان بشكل أساسي يتم التركيز على القيادات العليا والقيادات الوسطى، الآن يتم اعتقال الأفراد. أهمية هذه الخطوة في أمرين: الأمر الأول أن السجون وأماكن الاعتقال تجمع بين القيادات والأفراد، وبالتالي هذا الالتحام هو التحام كاشف للأفراد ليعرفوا كيف القيادات تفكر، وربما هذا يولد إحساس بعدم الثقة والإشكالية. العنصر الثاني يتعلق بإشكالية الفيكتمايزيشن، التضحية. دائما الرسالة الموجودة التي تشرعن القيادات قدرتها على التحكم في الجماعة هو أننا قضينا أدفع الثمن. بالضبط، أنا أدفع الثمن. قضيت 40 أو 50 سنة من عمري. يعني هذه الملحمية في تجربة الاعتقال لم تعد موجودة لأن الأفراد يدفعون الثمن تماما مثلما يقوم بدفع القاضي. العنصر الثالث يتعلق بشيء مهم جدا، هو أن الدولة المصرية في إجراءاتها التعسفية بشكل كبير ضد الإخوان المسلمين أدت إلى رحلات خروج من الأفراد العاديين
المسلمين أو الذين خرجوا إلى دول مختلفة على غير المعتاد في فترة الخمسينات. لكن هذه المرة هذه الخروج ذهب إلى مناطق أخرى مثل تركيا وبريطانيا وأوروبا بشكل كبير جدا، وتركيا كانت عامل فاصل. يعني أنا تحدثت إلى الكثير من الأفراد اللي خرجوا من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا يعني بنوع من السخرية من تفكير الإخوان التقليدي في بيئة إلى حد كبير منفتحة، نستطيع أن نقول إلى حد ما أكثر ليبرالية للتعامل مع الأفراد في جماعة الإخوان المسلمين. أخيرا مصطفى، هل فعلا هذه الانتكاسة لجماعة الإخوان المسلمين التي لا يعرف حجمها ولا يعرف عددها كما أشرت في كتابك هي فاصلة بالنسبة لها؟ يعني لن تقوم لها قائمة بعد الآن كما ينظر كثيرون في داخل مصر؟ يعني أشكرك على السؤال. هو سؤال صعب لأنه سؤال مستقبلي قائم على التوقع والتنبؤ، وأنا حاولت في كتابي ألا أفعل ذلك. يعني أنا أقول من البداية أن لكن نسألك كخبير وليس كمؤلف حاليا. يعني أيضا حتى هذه النقطة يعني أدعي أن الحركة الإسلامية بصعوبتها وتشكيلاتها تجعل من الصعوبة بتنبؤ، لكن أنا أستطيع أن أقول ربما أن الإشكالية الكبيرة أن هذه الأصوات التي خرجت هي أصوات هامشية تماما لا تمس جسد الجماعة. وهذا ربما من الممتع في رحلة البحث عن الكتاب. أنا كنت أبحث لماذا وكيف يخرج الأفراد، لكن السؤال الأهم هو لماذا يبقى الآخرون. الباحث المصري الدكتور مصطفى المنشاوي، مؤلف كتاب Leaving the Muslim Brotherhood أو الخروج من جماعة الإخوان المسلمين، شكرا لحضورك معنا في عالم الكتب.